تقع مديرية زرمت في الجنوب الغربي من مركز غارديز. قبل الاحتلال كان سكان هذه المنطقة يعيشون حياة طبيعية، وكان أغلب الناس يمارسون أعمالهم اليومية في حقولهم وحدائقهم ومتاجرهم لكسب لقمة العيش، وكانوا يحتفلون بالأعياد والأعراس وسائر المناسبات السعيدة الأخرى بأجواء من السرور والحماس. لكن 20 عاما من الاحتلال الغربي الوحشي سلب كل أفراح الشعب، ونهى عنهم عيشهم الهادئ، وأجلسهم على بساط الحزن والخوف، الاستشهاد والإصابة والسجن والفظائع والهجرة. هي القصص المؤلمة التي تحملها كل أفغان في جسده وروحه خلال الاحتلال الذي دام 20 عاما. لقد قمنا بتوثيق عدد من الحوادث هنا. اليوم 13 من يونيو عام 2008 للميلاد، إن قرية شملزو شاهد على مأساة تاريخية ووحشية. في تلك الليلة كانت سماء زرمت مليئة بالمروحيات التابعة للمحتلين، وكانت هواؤه النظيف ملوثا بدخان البارود. عبد الحليم المتألم والمعذب هو أحد سكان قرية شملزي في زرمت، الذي استشهد شقيقه المعصوم على يد المحتلين أمام عائلته خلال مداهمة ليلية. لقد أثرت هذه الحادثة على نفسية وروح عبد الحليم، ويستعد نفسه للحديث بصعوبة في غياب شقيقه، قائلا إنه منذ وفاة شقيقه تواجه عائلته العديد من المشاكل. وصلوا في 12:00 واستشهد أخي في 1:00. لقد غادروا مبكرا في 4:00. أدخلونا في غرفة وقالوا لنا لا تخرجوا. أخذت المجرفة فقالوا خذوه إنه يعرفنا. أخذوني إلى غرفة واستشهدوه. له 4 بنين و4 بنات. اسمه نجيب الله. يحكي قصة الليلة التي وقعت أثناء الاحتلال، والتي استشهد فيها قرويان داريان هما رسول غني وأختر غني. ويقول إنه كان جالسا في مكان مرتفع من منزله ويراقب شرارات القصف عندما انطلقت النيران فجأة من القرية مع دوي انفجار قوي. ففجأة سمعت صرخات الخوف والبكاء. لم تمض لحظة حتى ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة ثقيلة أخرى، واستشهد 2 من القرويين. كانت مداهمة كوتيخيل ليلا. كانت تقريبا في 11:00 ليلا أو 11:30. هذه المعلومات لم تعد متاحة. كان هناك وقت حيث تم تنفيذ المداهمة. لقد استشهدوا هذا الرجل من المروحية.
كان هذا المشهد مريرا جدا. كان جميع أهل القرية يبكون عليه. كان جميع أهل القرية في البكاء عليه. لم يكن لأحد القدرة على الصبر على هؤلاء الناس. كانت الظروف سيئة للغاية. وكان ابنه الأكبر اسمه رسول غني. لقد تم قصف هذه القرية وتم قصف هذه القلعة. كان يحمل شهداء آخرين فسقطت عليه قنبلة أخرى فاستشهد هو أيضا. وبعد شهرين تعرض شقيقه لقصف جوي في منطقة كوتيفيل. استشهد في القصف، وقد ترك خلفه أيتامه الصغار وأرامله. ترك خلفه 6 بنين وبنتين. بقي منه 8 أشخاص على قيد الحياة، 2 منهم أرملتان.